الموريتاني البوليزاريو، أو ربما المغربي البوليزاريو، أو ربما التشادي البوليزاريو يمنحون جوازات دبلوماسية جزائرية، أنت متأكد من هذه؟ لا تهين بلدك، هذا إهانة للبلاد يا صاحبي، لا لا لا، مش وإهانة اهانه تاع للجواز. البلاد تاعنا. هذا النظام هذا واش يعمل؟ ها نقول لك حاجه، هل هناك بطاقه وطنيه للمواطن الصحراوي؟ هل هناك جواز سفر للمواطن الصحراوي يمكن ان يسافر به الى دوله اخرى؟ ما كاش. ليس هناك الا الجواز الجزائري، هذا اللي راه كاين، ماهوش كاين طيب حاجه أنت اخرى. من وجهة نظرك، إذا تم إقرار خطة الحكم الذاتي ونجح المغاربة في إنهاء هذا الملف أمميا، أين سيذهبون بهؤلاء الناس الباقية الموجودين في تندوف؟ وماذا نمسك سيكون الحاج. مصير البوليزاريو؟ هل سيدمجون؟ هل سيمنحون الجنسية؟ بما أنه الأكاديميين ديالهم ورموزهم أعطوا الجوازات الدبلوماسية الجزائرية، إذا ربما هؤلاء يعطوا الجنسية الجزائرية وصافي. راني نجاوبك. كيفاه انت تقول لي راه هذا البوليساريو وين حاب يروح وهو الرئيس تاعهم؟ في الاسبوع هذا راه عمل تدشين لحجر مستشفى جديده في ولايه الداخله هذه عندنا في الرابوني، عندنا في بلادنا. يعني هذا رئيس الجزائر، هذا رئيس بوليساريو، هذا الصحراويين هو عمل تدشين مستشفى في بلادي. عندك. ايه في بلادي عملها في ولايه الداخله هذه. وين راها ولايه الداخله هذه؟ في المروك. وين جات؟ لكن بفلوس من؟ ها هذه اختي، هذه دراهم، هذه معروفه هذه. ربي يعني يجزيك. خلاص، هو مستشفى جزائري بفلوس جزائرية في أرض لا 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 جزائرية. لا، بصح أنت ليش مستشفى. زعلان؟ يا مستشفى في ولايه الداخله دش لها رئيس الجمهوريه الصحراويه هذه عندنا في البلاد. أيوة أيوة، لكن هو في الأخير في أرض جزائرية وبفلوس جزائرية وبإرادة جزائرية. هو مستشفاكم، مستشفاكم، يعني اطمئن يعني يا رابح، ما تزعلش، إن شاء الله تتعالج أنت فيه يوما ما. معليش هاو نجوزوها هذه، هاو نقولوا راهي مستشفانا، هاو ان شاء الله بربي يخرجوا ويخلوا لنا المستشفيات تاعنا. هذا ما أيوة، كان. يخرجوا هم يخلوا لكم. ويخرجوا ويخلوا لنا المستشفيات تاعنا، هذا ما كان. واش راح نقول لك؟ معليش دوك انا كجزائري، هاو نخليو واش راه صاري في البلاد. هاو نعيد الكلام تاعي ونروح نديفوندي على بوليزاريو. هذه مانيش استفدت منهم حاجه. 53 سنه واش راني استفدت؟ مانيش استفدت، بالعكس راني خاسر. راني ملايين الدولارات تاع بلادي تروح لهم، راني خاسر. كيما هذه 200 مليون دي دولار اللي راحت لبشار، اللي راحت للبنان هذه. اللي راحت للبنان. لما نجي نحكي مع الرئيس تبون، هاو عمل لي مستشفى في بشار، هاو يقول لك لا لا مش من الاولويات. هاو عمل لي مستشفى الحريق في بشار. كاينه مستشفى تاع حريق واحده في تمراست، هذه اللي راهي كاينه، بصح في بشار ما كايناش. ها الكنادير هادو اللي راهم طيب يطفوا يا الحريق. يا رابح، أنا دعني أخبرك بشيء، إيه، سمح. وركز معي، ركز معي، ركز معي، أنت كجزائري معارض. آه، أنتم مستفيدون أصلا من خطة الحكم الذاتي، انتم كمعارضين جزائريين، بل بالعكس المفترض كل الجزائريين، حتى كونغستر. وين راح كونغستر؟ يمكن نزلها المشرف او الاخ دي زيد براود. كل الاخوه الجزائريين الذي تستمعوا الينا الان بما فيكم رابح، الاصل انكم تفرحون انه هذا الملف يحسم، لانكم ستوفرون. يا اخي البوليزاريو هذا نشف ميزانيتكم، والمفروض تفرحوا. لماذا لا تدعمون خطه الحكم الذاتي علنا انتم يا رابع بشكل صريح؟ يونا هذا الحكم الذاتي على جال يدخلوا لبلادهم ولا مانيش فاهم؟ الأرض ستبقى مغربية كما هي عليه، ايه. وسيقر الحكم الذاتي بأن يحكم الصحراويون أنفسهم، لكن بعملة مغربية وسيادة مغربية وجيش مغربي. حكم ذاتي يعني يعطون صلاحيات لا مركزية، بحيث أنهم يعطوا إيه، صلاحيات أنهم بصح يحكموا اخي اسعد، هذه حاجه يقررها المغرب. بصح اني الحاجه اللي راهي أيوة، تهمني في لكن بلادي. إذا أقر هذا الحكم الذاتي ما عاد فيش حاجة اسمها بوليزاريو، خلاص يا ولي بتمشي. حاجه واحده اللي راني نعرف، يخرجوا لنا من بلادنا يخطونا عليهم، هذا ما كان ماناش حابينهم في البلاد. لماذا لا نسمع أطراف جزائرية وأصوات جزائرية تطالب صراحة أنه أخرجوا هؤلاء من بلادنا، نطالب باستعادة تندوف. وكاين الناس في اوروبا راهم يقولوا كيما هاك، بصح اللي راهم في الجزائر ماهوش يقدروا يحكوا. ارفعوا اللي راهم اصواتكم داخلين. عشان شكلوا هكذا كتله كبيره جزائريه انه هذه ارضنا ها ما انا نستطيعها نعطيك، ها نقول لك حاجه. انا كجزائري، ها انت تجاوبني. انا كجزائري دوكا، هاو جاتني في راسي، هاو كنت قاعد نشرب قهوه، نست قهوه هاكي ما هاك. جاتني في راسي عندي دراهمي، ها حبيت نروح للرابوني هذه نسكن فيها. اني جاتني في راسي نروح لهذه المنطقه اللي راهي في بلادي، حبيت نسكنها. انا كجزائري حبيت نسكن في هذه المنطقه. لما نجي تقدر نسكن، ها تقدر لا لا هاني نقول لك، تقدر. هاني نفكر، هذا مثال هذا. انا ايوه. فكرت، ها قلت يا ربح، ها ولي الشهر الجاي ان شاء الله حبيت تروح. انا اشتهيت نروح نعيش في تلك المنطقه، بصح ما نقدرش.
مانيش قادر وانت نعيش فيها. وانت جزائري. وأنا جزائري وما نقدرش نعيش في بلادي. يا لطيف ليش؟ على جال حاجه ماهيش تهمني، على جال قضيه ماهيش تهمني، انا كجزائري ما تهمنيش. انا كجزائري ما تهمنيش قضيه الصحراويين هادو تاع المغرب. اني تهمني نروح باش اني حاب الرابوني هذه نعيش فيها، حاب نعمل فيها كاش بروجي، كاش حاجه، كاش محل نبيع نشري. هاو حبيت نسكن في تلك المنطقه. الان الدوله تاعي تمنعني، النظام تاعي يمنعني انني نسكن في تلك المنطقه. واش من الحق هذا؟ لانها ليست للجزائريين اصلا. ها دوك مش تاعنا. مش تاعكم خلاص هاو لما راحت قلت منكم. لك، هاو لما قلت لك ابراهيم غالي هذا هو عمل تدشين في حجر مستشفى، هاو تاعهم دوك، هاو مش تاعنا، صار تاعهم. الله ينورك يا عمران. خلاص مش تاعنا. يا اخي راحت. لا، يا اخي لهجتك لذيذه جدا، اللهجه ديالك رائعه جدا يا اخي، مزيانه. ايه صحيت، بارك الله الله فيك. يحفظك. خلاص ابقى معي يا رابح. انا ساخذ شيخ البدو ثم لا عفوا اسمح لي شيخ البدو. دي زد براود قبلك، ثم شيخ البدو، ثم نعود للساقيه، ثم ناخذ الاخ ودنون، ثم فضل او الفاضل. تفضل يا دي زد. السلام عليكم، تحياتي إخواني عليكم الكرام. السلام ورحمه الله. أولا بخصوص هذا السؤال الذي لا أعتقد أنه في محله. أولا لأنه لما تسأل أين يذهب الصحراويون أولا ليكن في علمك إخواني الكرام، ليكن في علمكم إخواني الكرام أنه هؤلاء مسجلون في مقررات الأمم المتحدة، وكلهم مسجلون، وتأتيهم معونات كذلك من الأونروا ومن جميع، وهم مسجلون بصفة رسمية. يعني لما تقول أين سيذهبون، الجواب أنه سيذهبون إلى أرضهم، سيعيشون في أرضهم أيما كان اختيارهم. الجزائر تطلب مشورتهم، فهم المعنيون في آخر المطاف. يعني كل واحد يعني ما سيرجع هو الى بلاده. أكيد هؤلاء الموريتاني يذهب أفضل. موريتانيا، والجزائري يذهب الجزائر، والتشادي يرجع تشاد. مزيان، هذا هؤلاء حل. هذا حل. لا هؤلاء كلهم من قال لك أنهم موريتانيون وجزائريون؟ هؤلاء صحراويون يا حسن. صحراويين لا يعني انا اجيب لك قهوه ساقية الحمراء سيقدرك. وكان عندي انا موريتاني. وين ايش اسمه هذاك يا شباب؟ اسمه هذاك الموريتاني الذي هو درس هناك وهي يعمل مع البوليزاري. من قال لك انهم مغاربه كلهم؟ ايش فيك انت؟ او صحراويون؟ أخي أسعد، كلهم لما أقول مجمعين من أنهم كل مكان. لما أقول أنهم مسجلون في مقرات الأمم المتحدة، أكيد ليسوا موريتانيين أو جزائريين، ليسوا مسجلين باسم موريتانيين أو جزائريين. يا اخي الامم عن المتحده سجلت لاجئين، ما كانتش تكتب جنسيه. لاجئين وصافي. لاجئين صحراويين، ليسوا صحراويين لاجئين فلسطين. بنغاليين، ما لنا علاقه. وبعدها انتم اصلا قال لك تمنحونهم جوازات دبلوماسيه، هؤلاء الذين يسافرون اكيد تمنحون جنسيات اخرى. أخي، ايش هذا هذا عبارة عن مشكل تقني. أنا لا أعتقد أنه